العزيز إلى كل الجلالة والسلام. اللي بدو يقول حسن الأمور بخواتيم. نعم. احنا ما وصلنا الخواتيم حتى تنقذ بنختك اللي قدام. ما وصلنا. لا بعد ما وصلنا. بس أنا ما أدري، خاف أنت مستعجل شوية، ما أعرف. زين. هذا واحد. اثنين، اليوم احنا من نقول نعاقب، العقوبة واجبة بهذا الوقت. احنا اليوم 20 سنة لاكو قانون واضح على الجميع ويعمل ويطبق بصورة صحيحة، ولاكو شرطة تلزم المخالف وتعاقبه مثل ما يقول بصورته القانونية الحقة. هذا ما نعيشه من تجاذبات سياسية وتآمرات داخلية وخارجية جعلت الحبل على الغار. شبابنا يتصرفون بما تجول به صدورهم وعقولهم. كيف؟ لابد. اثنين، احنا اليوم نريد نعاقب بفلوس. احنا اليوم عشان لا شرطه نلزمه وندقه بالسجن ونعاقبه، ولا عندنا عقوبه. عندنا مثل هاي الجلسات بها ثواب وبها عقاب. حتى رب العالمين سبحانه وتعالى سوى جنه ونار، الجنه للمتقين والنار للمسيئين. ثلاثة، كليتنا اليوم ما نلحق بأثر سيد الكون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل بدا رسالة محمدية أنارت الكرة الأرضية وأشرقت بها أنوار الكون. احنا اليوم من جاي نسولف. ثلاثة، أنا بس أوضح لجنابك يمكن ما أدري، هذا جاي نبكي وأنا من جاي أحكي لك متأكد منه، لأن أنا متمرس في هذه الامور وعارف نفسي من حكي كلام امام هذه القامات العاليه وهذه العمايم المبروكه، احكي بصورته الصحيحه واحكي متاكد منه. اعتزاز ابو حيدر امامنا. نعم، عندك قضاضه وياي، عندك مشكله سولف، تطلبني حق سولف. ليش هذا الاعتداء؟ لا بل انا طالب اليوم بحقين، حق البومحي وحق الدوله. هذا رجل دوله صار اعتداء عليه. ليش؟ اذا سمعت لانه اليوم الدوله ما تقوم الا تتضافر الجهود، الا تتحد السواعد، سواعد العشائر وابناء العشائر، حتى تقوم تقف على رجليها، حتى يقومون المديريه يسوون العشائر السولف بعلى صوت، لانكم مشايخ متعاونه وياها على راب الصدع ورجب الفجوه، حتى ما تصير مشكله مجتمعنا. امامنا اهداف اسمى واكبر من هذا، امامنا العراق وما يجري عليه من تآمر ومن فرقه ومن تناحر. هذه واجباتنا الحقيقيه العليا. بتهني واللي انت ما تخليهم يركبون العقاب، يجب ان نردعهم ونعاقبهم حتى ما تتكرر. ليش؟ لانه المجالس مدارس. كل هاي الابناء سواء من ابو حيدر ولا البومحي ولا باقي العشائر حتى يسمعون انه في يوم ما تجاوز هذا الدمى على رجل امن من البومحي وصار عليه فصل وتحمل وباع سيارة. يلا وقت اكثر بهرة. وبالمقابل اقول لكم كلكم المشايخ الموجودين والساده الموجودين ثقوا بالله ورسوله، لو محياوي يسوي هذا العمل مع ابو حيدر والله تطلبون ورقاتنا قدام. وما اقول لكم نزل، ما اقول لكم نزل. ليش؟ لان المسيء يستحق العقاب. اذا احنا اليوم كل هذه المشايخ المبروكه، امير الجبيل، الساده، كل العشائر اللي شرفونا بحضورهم اليوم، هذول الموجودين اذا يجون علاقه ابو حيدر والبومحي واحنا وسطاء واحنا رجال الاصلاح واحنا عمامكم وخواركم، لهم اثر كبير في نفوسنا حياهم. بس بنفس الوقت احنا لازم شنو واجبنا؟ واجبنا اصلاح المجتمع، نعاقب المسيء ونجازي الصالح. هذا واجب.